فيديو التقييم. عاملين ايه يا شباب؟ بصوا انا النهارده لابس لكم ابيض. عارفين يعني ايه اطل بالابيض؟ يعني هيبقى في فرح العمده هنشوفه مع بعض دلوقتي. بصوا انا مش هقدر اقيم كل القنوات طبعا في الفيديو ده لان التعليقات اللي جات لي كتير، فانا هنا على قد ما اقدر خدت حوالي 18 قناه وده يعتبر عدد كبير. وما تقلقوش انا لسه عامل جزء تاني وتالت ورابع لبقيه القنوات، فما تزعلوش خالص. ملحوظه مهمه، الكلام اللي انا هقوله النهارده مش عايز اي حد يزعل مني، احنا في الاول وفي الاخر اخوات، وانا بقول لك التقييمات وبقول لك الكلام ده من منظور المشاهد مش منظور صانع المحتوى، والغرض الاساسي منه ان احنا كلنا نتعلم من اخطاء بعض. فانا بقى عامل كوبايه الشاي، اعمل بقى مشروبك اللذيذ واعمل لايك واشتراك ويلا بينا. اول قناه معانا النهارده هي قناه تونستا. القناه دي مخصصه للاطفال. البانر تمام، الصوره زي الفل، في ديسكريبشن ما شاء الله، بس يعني يفضل يبقى بالعربي بما انه موجه للعرب. الصوره المصغره زي الفل، مفيش احسن من كده. انا طبعا تابعت محتوى القناه والصوت ممتاز زي الفل. انا تقييمي هيكون 10 من 10 ونجمه. وعشان ما نظلمش حد هنعمل تقييم للقنوات المخصصه للاطفال وتقييم تاني منفصل للقنوات الغير مخصصه. القناه اللي بعد كده هي قناه سلطان. القناه بتاعتك يا ابو السلاطين فيها كذا مشكله. اول مشكله عندنا في البانر. البانر لو تلاحظ من منظور المشاهد مش واضح قوي، يعني الكلمه طالعه لفوق. الصوره بتاعتك في البانر مش واضحه. الصوره بتاعتك في الصوره بتاعت القناه بعيده، يعني يفضل ان الصوره بتاعتك تبقى قريبه شويه عشان الناس تحفظ شكلك. لو دخلنا على الديسكريبشن تمام، انت عامل وصف وزي الفل مفيش مشكله. عندك مشكله كمان بقى في الصوره المصغره. الصوره المصغره عندك يا باشا دايما انت عاملها باللون الاحمر الكلام، وانا ما عنديش مشكله مع كده، بس هي المشكله ان الكلام مش مقري كويس. يعني لو تلاحظ هنا انت كاتب تقريبا يعني شبح الفيلا المجاورة، انت المفروض كنت هتكتبها شبح الفيلا المهجورة بس اتكتبت غلط. فيفضل ان الكلام يا اما يبقى باللون الابيض او تعمله بالاحمر زي ما انت عاوز، بس يبقى فيه ورا كده زي هايلايت لونه ابيض يعمل كونتراست للكلام. وبرده الصورة بتاعتك انت واصحابك تبقى الصورة واضحة، يعني تقربها شوية للكاميرا ما تبقاش بعيدة. وعندي مشكلة تانية بقى. بص هي الفيديوهات بتاعتك كلها مترابطة وتنفع على نفس القناة، بس المشكلة انت لو تلاحظ هنا مثلا انت عامل فيديو فيه مغامرات فبدأت تمسك مشاهدات 800 وحاجة، بعد كده قمت دخلت على فيديو تاني فيه تحدي فبدأت المشاهدات تقع، تيجي بعد كده تعمل فيديو فيه تحدي فتبدأ تمسك مشاهدات من تاني 700 وحاجة، تقوم راجع عامل فيديوهات فيها مغامرات فالمشاهدات تاني تقل. ما عنديش مشكلة انك تعمل الكلام ده كله على نفس القناة، بس حاول ان الفيديوهات اللي ورا بعضها تبقى مترابطة شوية عشان ما تخسرش مشاهدين بسرعة. وعندك مشكلة اكبر وهي صوت الموسيقى. صوت الموسيقى عالي قوي 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 مخلي صوت الاشخاص مش واضح، فياريت تاخد بالك من المشكلة دي لان ده خطأ قاتل. انا تقييمي ليك هيبقى 5 من 10 بسبب مشكلة الصوت والصورة المصغرة. القناة اللي بعد كده هي قناة لعبيكو. القناة لسه هو يا دوب فيديو واحد نازل، فانا مش هقدر ان انا اقيمك لاني كده هظلمك، فياريت ان انت تبدأ انك تنزل محتوى عشان اقدر اقيم عليه في الفيديوهات اللي جاية. وانصحك ان انت تخلي الصورة بس احسن من كده شوية. القناة اللي بعد كده قناة ايمان عادل. مبدئيا كده البانر فيه مشكلة، الكلام واضح تمام بس الصورة بتاعتك مش واضحة. هي حاجات بسيطة جدا بس صدقيني هتفرق قوي. بالنسبة للصورة الشخصية زي الفل 10 على 10 ما فيهاش اي مشكلة. بالنسبة للديسكريبشن تمام، بس انصحك تشيلي بس الايموشن اللي في الاول ده لان الخوارزمية بتقرا اول سطرين او 3 في الوصف، ودي معلومة مهمة. فشيلي بس الايموشن ده لانه اتحسب سطر فالخوارزميه بتبدا انها تكنسله. بالنسبه للمحتوى نفسه المحتوى زي الفل، مجهود رائع، الصوت ممتاز ما فيهوش اي مشكله، بس انصحك انك تهتم شويه بالصوره المصغره. لو تلاحظي هنا شايفه الصوره المصغره دي اللي فيها بعد وقبل، الصوره دي احترافيه جدا، لو تلاحظي انها جابت مشاهدات. هنبدأ بعد كده بقى نرجع للصورة المصغرة الغير احترافية، هتلاحظي ان المشاهدات قلت. حاول ان الصورة المصغرة ما يبقاش فيها زحمة جامدة، يعني هنا في الصورة المصغرة دي معمول فيها حوالي 5 مشاهد، لا يكفي مشهدين بس بالكتير، ونكتب كلمتين برضو زي ما احنا عاملين زي افراح بلدنا كده، بس يبقى الخط عريض اكبر من كده واوضح من كده وما يبقاش تحت. يفضل ان هو يبقى على اليمين فوق او اضعف الايمان يبقى في نص الصورة. وبرضو ملحوظة مهمة، احنا هنا بنعمل فيديوهات طبخ مفيش مشكلة خالص، بس يا ريت فيديوهات الطبخ دي تتقدم كجزء من اليوميات، جزء من الروتين اليومي، ما يبقاش فيديو تعليمي مخصص ان احنا بنعلم الطبخ، لان كده احنا نقلنا المحتوى نقلة تانية تماما. فتمام اعملي فيديوهات طبخ عادي بس تبقى جزء من الروتين.
عندنا هنا برضو صورة مصغرة، الصورة دي جميلة جدا بس التفاصيل فيها كتير. يعني زي ما قلت لك المشاهد اللي هنا يعني معدية الستة السبعة، فنقلل المشاهد شوية او التفاصيل شوية في الصورة المصغرة. وبالتوفيق يا ايمان التقييم بتاعها هيكون 7/10. القناة اللي بعد كده بقى مقتطفات قرآن واحاديث. البانر مش مفهوم، مكتوب كل مساهمة صدقة جارية، مش فاهم قوي. الصورة بتاعت القناة تمام مفيش مشكلة. بالنسبة للوصف هو مكتوب ان هو صدقة جارية لأبي وأمي، ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب. بس انا عندي مشكلة هنا ان المحتوى ده فيه حقوق ملكية. يعني انت جايب صور من القرآن او ادعية او الكلام ده كله عليه حقوق ملكية. فلو انت عامله صدقة جارية يعني مش همك الربح قوي او ان انت تكبر القناة، فمفيش مشكلة كمل زي ما انت، مش هقدر اقولك تعمل حاجة. بس عندي مشكلة اكبر بقى، يعني الفيديو بتاع مصطفى حسني بيبوس ايد القارئ محمد حسن، يعني ملوش علاقة بمحتوى القناة. يعني اظن حاجة زي كده ملهاش علاقة بصدقة جارية، فاهمني؟ فيعني ملهاش لازمة حاجة زي كده. الصورة المصغرة تمام، يعني انا مش هطول قوي فيها. انت لو تلاحظ ان المشاهدات قليلة لان زي انا ما قلت لك المحتوى ده معاد استخدامه، يعني هو كان نازل قبل كده على قنوات تانية. فهديك تقييم 6/10 لسبب واحد، ان انت عامله كصدقة جارية زي انا ما فهمت. انما لو انت عامله على اساس انك تكبر القناة بقى وربح والكلام ده، اظن ان انا هيبقى التقييم بتاعي هيبقى اقل من كده بكتير. وطبعا انا مش هعلق على فيديوهات شورتس او غيره، لان زي ما قلنا ان هو صدقة جارية. القناة اللي بعد كده بقى هي قناة ويبقى الاثر مع محمد والهام. عندي مشكلة في البانر. البانر مش احترافي خالص، يفضل ان هو يتغير. الصورة بتاعت القناة زي الفل. بالنسبة للديسكريبشن تمام 10/10، كاتب وصف ممتاز. بالنسبة للاسم يعني براحتك خالص، بس يعني نصيحتي ان هو يا اما يبقى ويبقى الاثر او يبقى محمد والهام. يعني الاسم طويل فيفضل ان هو يبقى كده او كده. ده رأيي بس. بالنسبة بقى للمحتوى نفسه، المحتوى 10/10. المحتوى جميل، المحتوى هادف، المحتوى رائع، كل كلمة حلوة ممكن تتقال عليه. الصوت جميل جدا وواضح جدا. بس عندي مشكلة في الموسيقى. مش هقولك تقلل الموسيقى او تاخد بالك من حقوق الملكية، الغي الموسيقى تماما. المحتوى بتاعك مش عايز موسيقى خالص، لاني لاحظت ان في صوت خفيف كده، موسيقى خفيفة في الخلفية. فنصيحتي امنع الموسيقى تماما من المحتوى بتاعك. اهم حاجة بقى ممكن تتقال الصورة المصغرة. لو لاحظنا الفيديو بتاع الحجاب الشرعي اللي على اليمين، الصورة المصغرة فيه هادية وجميلة وما فيهاش اي مشكلة. بس طبعا يفضل ان الكلام ده يبقى على اليمين، وطبعا المدام تبقى في الكادر الجزء اللي على الشمال. يعني دي من اساسيات الصورة المصغرة. فالصورة المصغرة دي جميلة جدا. وطبعا يفضل ان الخط واللون يبقى مناسب للمحتوى. اللون الاصفر والاسود وفيه خلفية بيضة مش مناسب قوي لنوع المحتوى. لكن عندي بقى مشكلة تانية مع الصور المصغرة اللي هنا. لو نلاحظ ان الصورة المصغرة هنا تحس انها مدية انطباع ان هو فيديو تعليمي بحت، ان انا بعلم احكام، بعلم تجويد، بعلم كلام جاي من الكتب في الازهر الشريف. فده مش مناسب قوي للمحتوى. لو نلاحظ هنا برضو الصورة المصغرة نفس الكلام، مدية انطباع بعيد شوية عن محتوى القناة. محتوى القناة ان انت بتقول كلام يعني مستلهم من الاحاديث والسنة والقرآن، فده مختلف قوي عن قناة تعليم للقرآن نفسها. ويفضل ان 90% من الفيديوهات يبقى الصورة يا اما انت لوحدك او المدام لوحدها. تبقى فيديوهات قليلة قوي اللي انتوا الاتنين طالعين في الصورة المصغرة، لان ده عامل زحمة في التفاصيل بتاعت الصورة. ومش محبب قوي ان الصورة يبقى فيها مثلا كتاب قرآن كريم وفوقه نكتب كلام. يعني الصورة مش احترافية قوي. فخلينا زي الصورة الاولانية اللي انا قلت لك عليها، اللي هي تقريبا اني واحدة اللي هي دي، يعني نحسن منها شوية ويبقى ده الطابع العام للقناة. فانا بشكركم بجد على المحتوى الجميل ده، وانا تقييمي هيبقى 8.5/10 بسبب الصورة المصغرة. القناة بقى اللي بعد كده هي قناة ايلول. ايه ده؟ صورة قطة ليه؟ ايه الصورة دي؟ بص، بانر صورة قطة والصورة بتاعت القناة ده مناسب قوي للستايل بتاع قنوات الفيسبوك. يعني على البروفايل الخاص بتاعنا نقدر نعمل كده، لكن قناة يوتيوب احنا عايزين نعبر عن المحتوى.
فلا ما ينفعش يعني، يا ريت نغيرهم. بالنسبة للمحتوى، المحتوى يعني من رأيي ان هو في مشكلة في حقوق الملكية، في مشكلة في المحتوى نفسه ان هو معاد استخدامه. يعني مثلا عندك صورة يوسف نازلة من شهر، معلش الناس كل يوم بتسمع صورة يوسف، فبقالك شهر جايب 3 مشاهدات بس على صورة يوسف. صورة يوسف دي اصلا من الحاجات اللي هي البحثية، الناس بتخش تبحث عشان تسمع صورة يوسف، فانت مش جايب مشاهدات. فده يعني جرس انذار ان في مشكله. ومش شرط ان اليوتيوب يقولك ان في مشكله في حقوق الملكيه، مش شرط خالص. ممكن ما يقولكش اي حاجه بس يوقف لك نشر الفيديوهات. وممكن على فكره تحقق ربح، وبعد ما تحقق الربح فجاه قناه من القنوات اللي هي صاحبه الحقوق دي ترزعك ريبورت تضيع لك تعبك كله. فما ينفعش ده، غير ان الصوره المصغره فيها بعض المشاكل. فلا بص، انا نصيحتي ان ما دام انت عايز المحتوى ده، فكل سنه وانت طيب، احنا داخلين على رمضان، الجو الجميل اللي كله روحانيات وصلاه التراويح، حضرتك ممكن تسجل لقارئ وهو بيقرأ في اي مسجد يكون صوته كويس، تقوم مسجله وتنشر المحتوى ده ما دام انت حابب حاجه زي كده. بس طبعا يفضل ان انت تستأذنه، ده لو انت عامل المحتوى كنوع من اللي هو الصدقه الجاريه، او ان انت عايز ثواب من اللي انت بتعمله. لكن لو انت عايز ربح، يفضل طبعا ان انت لما تستأذنه تتفق معاه ان لما ربنا يكرم ويبقى فيه ارباح، انك هتديله جزء من الارباح ده، يبقى بالاتفاق معاه، عشان طبعا ما ينفعش تاخد حاجه هو اللي عاملها وتنشرها وتاخد ارباح عليها. والكلام ده لاي حد عايز محتوى زي ده، عايز تنشر قرآن كريم او اي حاجه، تسجل من اي مسجد بعد استئذان القارئ، وده يبقى محتوى خاص وحصري لقناتك انت بس، مفيش اي قناه تانية عليها نفس التسجيل الصوتي ده. فانا معلش انا تقييمي هيبقى 2/10 بسبب المحتوى المعاد استخدامه. القناة اللي بعد كده هي قناة يويو هوم. القناة دي برضو خاصة للأطفال. عندنا هنا الديسكريبشن زي الفل، البانر تمام، الصورة تمام، الصورة مصغرة 10/10. العناوين برضو كويسة. المحتوى ده 10/10 ونجمتين. وعجبني قوي 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 فكرة انكم بتعملوا الصوت بنفسكم، مش معمول بذكاء اصطناعي، مش بتعملوا تسجيل صوتي كده وخلاص، لا في تعب جامد على الصوت. فبجد بجد ربنا يوفقكم. فده برضو من ضمن القنوات اللي هي المخصصة للأطفال اللي ليها تقييم لوحدها. القناة اللي بعد كده اسمها هايدن روزلاين، ده لو قريتها صح يعني، هي القناة دي خاصة بالألماني. القناة دي يعني البانر ملوش علاقة بمحتوى القناة. محتوى القناة لسه برضو قليل، فانا مش قادر اقيم عليه قوي. يفضل ان انت تعمل الديسكريبشن باللغة العربية، بما انك موجهه للعرب عن الالماني، انت مش موجهه للالمان، فاهم قصدي؟ وانا مش هدي تقييم دلوقتي بسبب ان لسه مفيش محتوى، عشان بس ما تنظلمش. المحتوى اللي بعد كده هو خاص بقناة بقرآن ناحية، برضو نفس المشكلة. القناة ديت عليها حاجات لمصطفى حسني، معاد استخدامه، الفيديوهات مش خاصة بيك او مش حصرية للقناة، فده شيء يعني مش احسن حاجة. فيفضل معلش ان احنا لو انت عايز نوع من انواع اللي هو الكلام زي مصطفى حسني، برضو في الخطب بتاعة الجوامع سواء في رمضان او خطب الجمعة، تقدر تستأذن الخطيب وتسجل ليه الخطبة بتاعته وتنشرها. على فكرة هتجيب مشاهدات احسن من كده بكتير، لو انت بتعمل كده برضو كنوع من الصدقة الجارية، او ان انت تاخد ثواب من اللي بتعمله ده، فمفيش مشكلة خالص. لكن لو بتدور على الربح هيبقى تقييمي 2/10. القناة اللي بعد كده باودر كراش، اللي هي الفيديوهات بتاعت اسمر ديت، اللي هي بيبقى فيها نوع من المحتوى اللي هو بيريح الاعصاب شوية. هنا القناة دي بيستخدم بودرة، بيبدأ ان هو يعمل لها كراش او يكسرها كنوع من انواع ان هو ايه، يعمل ريلاكس. القناة جميلة جدا جدا، وتقدر على فكرة محتواك يسمح لك انك تعمل فيديوهات شورت زي ما انت عاوز. المحتوى ده بيحب النوع ده من الفيديوهات. الصورة مصغرة بسيطة بتعبر عن اللي موجود جوه الفيديو، ما عنديش اي مشكلة خالص، غير مشكلة في الصوت. يعني الصوت تمام مفيش مشكلة، بس يفضل الصوت يكون احترافي عن كده، لان النوع ده من المحتويات اللي بيسمعه بيبقى عايز يسمع حاجة تريح اعصابه. يعني هو بيحب ان هو يسمع بودانه اكتر ما بيشوف.
فبحس كده ان الصوت فيه حاجه كده من الخلفيه، انت حاولت ان انت تشيلها كده، تشيل الضوضاء دي، بس طالعه بشكل مش احترافي قوي. فيفضل الصوت الخلفيه تبقى صمت تام، لان اللي عايز يسمع عايز يسمع صوت تكسير البودرة بس. وانا هنا تقييمي هيبقى 7/10. القناة اللي بعد كده هي قناة نور الهدى. البانر جميل، الصورة زي الفل، ديسكريبشن مش مكتوب، يفضل نكتب الاسم بتاع القناة. جميل جدا، الصورة مصغرة، تحفة فنية. بس برضو مشكلة المحتوى المعاد استخدامه، تتأكد من كده لما تلاقي ان فيديو من شهرين مش جايب ولا مشاهدة. اليوتيوب بدأ ان هو يوقف نشر الفيديوهات، فانت عندك مقومات نجاح رهيبة انك تعمل صورة مصغرة جميلة كده والستايل بتاع القناة بالشكل الجميل ده. فانت عندك مقومات نجاح كبيرة جدا، فانت دافنها بانك بتستخدم فيديوهات او مقاطع صوتية عليها حقوق ملكية. فاتمنى ناخد بالنا من حاجة زي كده. وانا هنا هيبقى تقييمي 3/10، والثلاث درجات دول لان انا منبهر اصلا بالصورة المصغرة وبستايل القناة. القناة اللي بعد كده هي قناة عمر اشرف. القناة دي قناة ترفيهية للضحك. طيب انا نفسي افهم حاجة، هي قناة ترفيهية للضحك، اول فيديوهين مالهمش علاقه اصلا بسكتشات كوميديه او ضحك ليه؟ يعني ماشي، انا متفاهم جدا ان اول فيديو انت عامل اول مقطع على القناه، تمام مفيش مشكله. تاني فيديو انت بتتكلم عن عمر شاور ليه؟ ده ملوش علاقه اصلا باللي انت بتقوله في الوصف، انك بتعمل سكتشات كوميديه، ما ينفعش. فيا اما تعمل محتوى خاص بقى ان انت تتنمر على الناس والكلام ده، وانا ما بحبش كده يعني. بس لو انت هتعمل المحتوى ده غير من ستايل القناه. لو انت عايز تعمله سكتشات كوميديه، طب خلاص نزل بقى سكتشات كوميديه، ابدا نزل محتوى. وانا هنا انا مش هديك اي تقييم لان انا مش شايف المحتوى لسه. فانت بتقول سكتشات كوميديه ومفيش اي حاجه كوميديه لسه شفتها، فاهمني؟ فانا لسه هاجل التقييم بتاع القناه بتاعتك شويه. القناه اللي بعد كده اسمها انيميتد ستوريز. القناه ديت عايزين نشوف الوصف بتاعها. طيب بص، انا عايز بس اقولك على حاجه، احنا عاملين الوصف بالانجليزي حلو كده، العنوان او الاسم القناه بالانجليزي، والمحتوى اصلا بيتقدم بالعربي، وانت عامل العناوين بتاعت الفيديوهات بالانجليزي. طب ايه السبب؟ لا نخلي بالنا، طب انت موجهه للناس العرب، اكتبه بالعربي بقى، وكده كده في ترجمه، فما ينفعش تكتب كل حاجه بالانجليزي واصلا اللي يخش عليها يلاقي المحتوى معمول باللغه العربيه. بس انا منبهر جدا بالصوره المصغره بتاعتك، الصوره المصغره 10/10 جميله جدا، والصوره والبانر زي الفل، ما عنديش اي مشكله معاها. بس في مشكله كبيره قوي 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 عندك، ان محتوى الفيديو نفسه بقى في مشاهد انت عامله بالذكاء الاصطناعي، تمام، بس انت عامل مشاهد قصيره، تمام، وبحس كده انها فصلتني عن القصه. يعني القصه اللي انت بتحكيها على فكره الصوت ممتاز جدا، وطريقه سرد الاحداث 10/10، محتوى جميل، بس انا بحس ان انا مفصول بسبب ان المشاهد ملهاش علاقه قوي باللي بيتقال، والمشاهد قصيره، حاسس انها كانها صوره بس متحركه، فاهم؟ ما هوش فيديو. فانصحك ان انت تعمل الصوره تبقى ثابته خالص. يعني لو انت تسمع عن احمد يونس اللي هي القصص الرعب اللي بيعملها، احنا بنسمع بس من الراديو، بنسمع سماعه بس، وناجح جدا ما شاء الله، فاعمل زيه. ما تعملش الحاجات اللي هي بتفصل المشاهد عن القصه. ما دام انت مش عامل حبكه دراميه في مقطع الفيديو نفسه، فخلاص اعملها بقى صوره ثابته خالص عشان ما تفصلش كل شويه عن الاحداث. وانا هنا تقييمي ليك هيبقى 5/10، بسبب بس ان المعلومات اللي قدامي كلها بالانجليزي والمحتوى عربي، وطبعا المشكله اللي قلت لك عليها اللي جوه الفيديو. غير كده انت المحتوى بتاعك ده كان هيطلع مركز اول في الفيديو ده. القناه اللي بعد كده اسمها سرا وعلانيه. لسه مفيش محتوى عشان اقدر اقيمه، بس البانر لازم نغيره. هنا انت الفيديوهات بتاعتك، او يعني باين ان انت عايز تتكلم عن عالم العطور بصفة عامة. فالسرا وعلانية حاسس ان الاسم ملوش علاقة بمحتوى القناة، فهنأجل بس تقييم القناة بتاعتك لغاية ما ينزل محتوى اكتر من كده عشان اقدر اقيمه. القناة اللي بعد كده، اعذرني انا مش قادر ان انا اقرا الاسم قوي، ما اعرفش دي شخصيه كرتونيه ولا ايه، والله انا ما عنديش اي معرفه بحاجه زي كده. بالنسبه للبانر 10/10، الصوره جميله جدا، الصوره مصغره عندك زي الفل، ما فيش اي مشكله. بس انصحك ان انت تهتم يا اما بشورت يا اما بفيديوهات طويله، لان انت لو تلاحظ ان انت عندك 8000 وحاجه مشترك،
فازاي الفيديوهات بتاعتك بتجيب 1000 مشاهدة بالكتير وفي فيديوهات تانية اقل من 1000 مشاهدة؟ ده دليل ان انت المشاهدين دول انت جايبهم من الفيديوهات الشورت، فمش مهتمين بالفيديوهات الطويلة. فانت المحتوى بتاعك جميل جدا جدا، ربنا يوفقك، بس حاول ان انت تهتم بده او ده عشان تحاول تنجح في حاجة معينة. وانا هنا هديك تقييم 7/10. القناة اللي معانا بعد كده استلمت الدرع 0. بهزر، مبروك يا سيدي على 100 مشترك. عندنا هنا البانر تمام، الصورة زي الفل، الوصف تمام. بالنسبة للصورة المصغرة جميلة جدا ما شاء الله، بس حاول برضو ما يبقاش العناوين بتاعتنا بالانجليزي، يا اما توجهه بالانجليزي يا اما بالعربي، ما ينفعش الاتنين. هنا المحتوى جميل جدا جدا ما شاء الله، وطبقت اللي انا كنت بقوله من شوية، اللي هي ما بتزودش كتير بالذكاء الاصطناعي، انت عامل صورة ثابتة ومهتم بس على المحتوى الصوتي. بس عندك بقى مشكلة قاتلة، الصوت قريب قوي قوي من المايك، سواء بقى انت جايب مايك خارجي او المايك بتاع الموبايل، فالصوت قريب قوي قوي، صوت النفس واضح، وده للاسف بيقتل الواقعيه قوي بتاعه القصه. فياريت تهتم بس بالملحوظه دي قوي. وانا هنا هديلك تقييم 7/10. القناه اللي معانا بعد كده واخر قناه عشان انا تعبت النهارده هي قناه العالم بالارقام. عاجبني قوي فكره ان انت متصالح مع نفسك، انت موجه القناه بتاعتك لفيديوهات شورتس بس، ودي احسن حاجه، يا تهتم بالشورت يا اما تهتم بالفيديوهات الطويله. فانا عاجبني جدا جدا، حاسس ان انت عارف انت بتعمل ايه. الوصف عندك زي الفل، الصوره تمام والبانر تمام، بس حاول ان انت تخليه واضح شويه لان زي ما انت شايف مش واضح قوي. المحتوى بتاعك حاول، لان حسيت ان في بعض الفيديوهات كده المعلومه قصيره قوي، لا حاول المعلومه تطول شويه بحيث ان اللي هو اللي بيتفرج على الفيديو بتاعك يبقى عارف ان هو هياخد معلومه مفيده. طبعا هنا مفيش يعني اهتمام بصورة مصغرة او غيره، فانا هنا هديلك تقييم 8/10، لان انا حبيت اوي فكرة ان انت مهتم بحاجة معينة وعارف انت ماشي ازاي وعارف انت عايز ايه بالظبط. النتيجة النهائية بقى بالنسبة للقنوات المخصصة للأطفال، عندنا بس كانوا قناتين، قناة تونستا وقناة يويو هوم، الاتنين تعادل 10/10، وما عنديش تعليقات كتير تتقال. بالنسبة بقى للمحتويات الغير مخصصة للأطفال هناخد مركز أول ومركز تاني. المركز التاني هيكون قناة بالأرقام، خدت 8/10. والقناة اللي خدت المركز الأول في الفيديو بتاع النهاردة هي قناة ويبقى الأثر مع محمد وإلهام، ربنا يوفقهم، 8.5/10. واتمنى لو هم خدوا بالهم من بعض الحاجات اللي انا قلت عليها هيجيبوا اعلى من 10 بكتير، لان المحتوى بتاعهم بجد محتوى محترم. واتمنى ان احنا نكون استفدنا من اخطاء بعض. لو استفدت حتى لو حاجه بسيطه قوي اعمل لايك واشتراك وسيب لي كومنت بسيط تدعمني فيه، واستنوا فيديوهات التقييمات الجايه. مع الف سلامه.